فوز الزمالك على الجون 4-1 في مباراة الزمالك لعب فيها شوط واحد بس وهو الشوط الثاني. شوط أول كان سيء جدا من نادي الزمالك. يمكن أداء سلبي في كل حاجة. خطوط بعيدة عن بعض، مفيش أي ترابط، مفيش أي شكل هجومي ولا شكل دفاعي. خرج متعادل 1-1. أداء سيء جدا. ولكن الشوط الثاني إلى حد ما الزمالك قربت خطوطه شوية، بدأ يلعب على الأطراف أكتر، بدأ الاختراق من النص حتى عن طريق دونجا، شفناها في الجون الرابع. فبدأ الزمالك إلى حد ما الشوط الثاني أفضل نسبيا، برضه مش أفضل حاجة ولكن نسبيا، وساعدوا على كده فريق جونه بصراحة إنه فريق ضعيف جدا. وأعتقد المباراة دي شفنا فيها الفرق ما بين وجود عبد الله السعيد وعدم وجود عبد الله السعيد. فرق كبير قوي قوي في وجوده وعدم وجوده. فرق في تحكم الكوره، في رتم المباراه، في استحواذ الزمالك، في كواليتي نقله الهجمه. عبد الله السعيد تقريبا اللعيب الوحيد اللي كنا بنشوفه في الزمالك يمكن من سنين كتير قوي. لعيب بينقل الهجمه، او اللعيب الوحيد اللي بيستلم من قلب الدفاع ومن الديفندرات وبيوصلنا للجون بسهوله. كواليتي الباص، كواليتي اللونج باص. شفنا اللونج باص اللي عمله مصطفى شلبي في الجون الثاني بالمقاس تقريبا، وداه هو الجون وعملها شاطها في الجون وردت للجزيري واحرز هدف. عبد الله السعيد اداء ممتاز في سن ال40، بيعمل حاجات ما بنشوفهاش بقالنا كتير، او اللعيبه دي نسيناها من زمان، ولكن عبد الله بيأدي الاداء ده واداء ثابت حتى بعد رجوعه. شفنا المباراتين اللي فاتوا كان اداء للزمالك سيء جدا بدون عبد الله السعيد، ولكن مع وجود عبد الله ماتش الجونه لا، فرق كتير جدا. بنشوف عبد الله حتى قبل الاصابه، وعبد الله كان تقريبا كل ماتش هو مان اوف ذا ماتش. امبارح برضه مان اوف ذا ماتش. وجود رسائل واضحه من جمهور الزمالك في مباراه الجونه لمجلس الاداره بضروره وجود صفقات الفتره دي، طبعا لان خلاص شهر يناير اوشك على الانتهاء، فاضل حوالي 4 ايام او 5 ايام. ده عشان بطوله افريقيا وعشان الدوري لحد 8 فبراير. فلازم الزمالك يلحق يجيب على الاقل من صفقتين لثلاثه. اعتقد الزمالك محتاج بعد اصابه المسلوسي بالرباط الصليبي، محتاج مساك ضروري جدا، محتاج ديفندر صريح مع دونجا، محتاج هاف شمال. اعتقد الثلاث اماكن دول مهمين جدا في نادي الزمالك الفتره الجايه، مع رجوع ناصر ماهر واحمد حمدي. اعتقد السكواد هيبقى معقول، يعني يقدر يكمل بيه ال6 شهور اللي فاضلين من الموسم، ويلحق نفسه يعني كده عشان الكونفدراليه وعشان الدوري لسه في الملعب. ما اعتقدش ان في حد هيكتسح في الدوري، كله قريب من بعضه. مجلس الاداره محتاج يشد حيله شويه اليومين دول ويلحق يخلص صفقات كويسه للزمالك اليومين دول. رساله تانية كده للنادي الاهلي، كفايه صفقات يا جماعه. احنا كنا بنهزر، طبعا شفنا الاهلي صفقات ناريه من بقالنا يومين اهو بنسمع دايما صفقات. فيرود اللي جابه السلوفيني، واعتقد في لاعب اسمه احمد رضا من بتروجيت بيقولوا عليه لاعب كويس، كان من ناشئين الزمالك. مفاجاه امبارح طبعا تريزيجيه، واعتقد دي صفقه سوبر، مفيش كلام. يمكن مش هيلعب بقيه الموسم ده، ولكن هيكون متواجد مع الاهلي من الموسم الجاي، والاهلي فعلا محتاج لعيب بالكواليتي ده في المكان ده. طبعا اكتر حاجه مضايقاني ومزعلاني موضوع بن شرقي، وحاسس ان هو وقف من امبارح وانا بتمناها بصراحه. يعني انا بن شرقي انا بشوفه لعيب عظيم، لعيب بتمناه يرجع نادي الزمالك، ويمكن مجلس الاداره اثر في رجوع بن شرقي. يمكن سامعين ان بن شرقي عايز يجي الاهلي بسبب ان طبعا الزمالك ما كانش جدي في انهاء الصفقه اول الموسم. فكفايه الاهلي يعني، خلاص اعتقد كده الاهلي عمل صفقات كويسه جدا. جاب احمد العش برضه، انا بشوف ان ده مساك محترم. طبعا نص ملعب الاهلي اصلا كده كده متواجد وفي عدد كويس من اللعيبه. يمكن قدام كده الدنيا ظبطت شويه قدام بالتعاقد مع تريزيجيه، ولو جه اللعيب السويسري اللي بيقولوا عليه برضه، انا شفت فيديوهاته لعيب كويس جدا. فاعتقد الاهلي حل ازمته في الصفقات.
لازم الزمالك بقى يبتدي يشد حيله شويه. ويعني لو صفقه بن شرقي باظت في الاهلي، اتمنى ان هو الزمالك يتحرك، اداره الزمالك تتحرك وتلحق بن شرقي، هيفرق جدا مع نادي الزمالك.